السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين الكوبايات الجميلة دي؟ هنفزر كده مع بعض. هي ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وده خير ان احنا نبدأ كلامنا بالصلاة على الحبيب قلبنا يطيب. حبايب قلبي، ربنا يدومكم نعمة في حياتي. طبعا انتوا عارفين البرد ومشروبات البرد لازم حاجة تدفي. فانا قاعدة لا بيا ولا عليا، تقوم مرات ابني ليا بنتي الغالية الكبيرة تقول لي يا ماما هنشرب ايه؟ كل ما تيجي تعمل اعمل لك شاي يا ماما، اعمل لك شاي. طب يا ربي، شاي شاي شاي. طب ما في حاجات نقدر نخترعها او نعملها، ان احنا نشربها في الشتاء القارس اللي احنا فيه ده. بقالنا يومين تلج تلج تلج، يعني يكاد الاطراف تتجمد والقلوب تتجمد. فده سكر مطحون، وده لبن بودر، ده دقيق رز، دوت معلقتين نشا. طبعا انا عامله مش كميه كبيره، لكن انت تضاعفي الكميات زي ما انت تحبي، كوبايات 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 كامله. لكن الحته اللي انا حطاها من عندي ديت اللي هي الكريم شانتيه، وكان البشر اللي هو في البرطمان ده بشر. يبقى 4 مكونات اللي هي في الكوبايات، اللي هو سكر بودر، لبن بودر، دقيق رز مطحون، عندنا معلقتين نشا، معلقتين كريم شانتيه. هيبقى فيها بشر برضو اللي هو الناعم، واللي هو الشطف اللي هو جوز الهند الحتت الكبيرة. تمام. احنا هنضيف المكونات دي على بعضها، ومعانا سمسم. السمسم ده يعني كان موجود بس سمسم ابيض، سمسم مش اللي هو الغامق، الابيض. فطبعا هنضيف كل المكونات فوق بعضها، اللبن البودر والسكر البودر والكريم شانتيه معلقتين ودقيق الرز والسمسم واللي عندنا النشا. كل المكونات هنحطها فوق بعضها اللي احنا قلنا عليها، والمقادير مكتوبة في اول الفيديو. وفي نفس الوقت والله والله كان احلى مشروب وطعمه جميل جدا جدا، لان اللبن كان فيه، اللبن البودر ده كان جاي من العطار بجد، دسم وجميل جدا جدا. تخيلوا ان احنا عملناه بالمية، والله ما تفرقي، كأنك عاملاه بلبن، كأنك يعني غالية لبن وعاملاه بدل المية باللبن، من كتر دسمته وحلاوته. اقسم بالله كان تحفة تحفة تحفة. قلت طب ليه الواحد ما قامش القومة دي من كام يوم وعملها؟ فقلت لازم اشارككم معايا، واقول لكم ان الواحد يخترع كده وهو قاعد مشروب، ما دام عنده المكونات. وده كان جوز الهند الناعم والبشر اللي هو الكبير الشطف ده، وحطيناه. طبعا العاملة دي كانت محتاجة مكسرات، بس بصراحة ربنا ما اكدبش عليكم، المكسرات غالية. واحنا بدل ما شيء اهو، كنت بوريكم الجوز الهند الشطف، وفي نفس الوقت يعني المكسرات غالية، ومحدش راضي ينزل يجيب فول ان انا احطه في المشروب الجميل ده. انت بقى لو عندك مكسرات هتعمليها، تخلطيها في كيسة لوحدها، مش تحطها عليها، عشان لو هتعملي كمية الحاجات اللي هي يعني سوا بقى انت هتحطي فول او هتحطي مكسرات على كيفك، اللي هي كاجو وبندق وفستق ولوز واللازم منه دول بقى. هقول ايه اللي معاه يجيب، لكن احنا عاوزين مشروب على قد ايدنا وعلى قد جبنا. فبس ما كانش حد راضي ينزل يجيب بصراحة ربنا فول سوداني ان انا اكسره واحطه. لكن كان المشروب من دسمته وحلاوته اقسم بالله كان تحفة تحفة. هي النكهة اللي انا زودتها عليه اللي هو الكريم شانتيه، ودي كانت من عندي انا، يعني من دماغي كده، ان انا احطها زي ما بعمل الرز بلبن، فبتديله نكهة ان انا اعمل نفس المشروب يبقى برضو اعطيله نكهة. وغلينا مية في الكتل زي ما انتوا شايفين، مية بس والله، لا لبن ولا اي حاجة، لان هو المكونات كان فيها اللبن البودر. طعم طعم طعم. يا رب تجربوه وتقولوا انا فعلا بمدح فيه ولا لا، لان بجد بجد كان طعم طعم طعم. يعني احسن من اللي احنا بنشتريه 100 مرة على الاقل. انت عطياله القيمة الغذائية اللي فيه بحقها، مش حاطة كده. يعني انتوا فاهميني، من كل حاجة كده ايه، حاجة كده على الماشي وخلاص عشان يبيعوا. لكن ده كنت كل ما برفع المعلقة، وطبعا كل مدى بيتقل، تحفة تحفة تحفة. واللي كان على الوش ده السمسم، طبعا هو نقص المكسرات، وانا قلت الامكانيات ما كانتش سامحة. انا عملت على قد جيبي وعلى قد مقدوري وعلى قد اللي موجود عندي. فانت بقى عندك مكسرات تخلطها في كيس خارجي،
او في برطمان خارجي، وبعد ما تعملي المشروب تاخدي معلقه وتحطيه، لكن ما تضيفيش من اختك كده، ما تضيفيش المكسرات على البودره، لان احيانا المكسرات والحاجات دي بترطب او بيبقى لها طعم معين فبتبوظ المشروب او بتخلي المشروب في حته تانية. فانتي خدي على قد الكوبايه من المكسرات وحطي، والزوقيه دي ليكي انتي. وزي ما انتوا شايفين، شوفوا كانه معمول باللبن مش معمول بميه، واقسم بالله اقسم بالله كان طعم طعامه ما دقتش في طعامته، مش عشان انا عاملاه، علشان كل حاجه واخده حقها، والطعم متنكه كده باللبن والحاجات الجميله اللي فيه. وكان السمسم ابيض ورايق كده وجميل وحامص بجد، وجربوه مش هتندموا. ومشروب شتوي عظيم وبيدفي، وهيدفي اطرافنا وهيدفي قلوبنا وهيدفي كل حاجه في جسمنا. جربوه مش هتندموا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.